كما يعلم الجميع رمضان على مشارف الدخول، دنت أيامه وقربت لياليه، ذلكم الشهر العظيم الذي خصه الله تبارك وتعالى بخصائص عظيمة وميزات كريمة، شرفه جل وعلا وميزه عن غيره من الشهور، وربك يخلق ما يشاء ويختار. فالله عز وجل جعل هذا الشهر المبارك خير الشهور وأفضلها وأعظمها شأنا وأعلاها مكانة، أنزل فيه وحيه الحكيم وذكره العظيم القرآن الكريم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. روى الترمذي وابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. فرمضان مبارك، والبركة التي في رمضان تبدأ معه مباشرة من أول دخوله إلى آخر لحظة فيه، كله بركة هذا الشهر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: إذا كان أول ليلة، انتبه لكلمة أول، إذا كان أول ليلة من رمضان فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وصفدت الشياطين ومردت الجن، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. هذه البركات لما ذكرها بدأها بقوله: إذا كان أول ليلة من رمضان. فبركة رمضان تبدأ من أول دخوله، وهي بركة في الوقت، وبركة في العمل، وبركة في الثواب، ومضاعفة الأجور. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وشهر رمضان كما في الحديث الآخر شهر الصبر، والصابر يوفى أجره بغير حساب. فرمضان فيه بركة عجيبة، ولهذا من أكرمه الله سبحانه وتعالى وأدرك رمضان وهو بالصحة والعافية والأمن والإيمان، عليه أن يري ربه من نفسه خيرا ليغنم من بركات رمضان وخيراته العظام. نعم. لا تنسى إذا دخل رمضان وهل هلاله أن تدعو بالدعوة المشروعة لك في كل شهر: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. لا تنسى هذه الدعوة، ويشرع للمسلم أن يقولها كلما رأى الهلال من أول كل شهر، يدعو بهذا الدعاء. فاحرص عليها في كل شهر، وفي رمضان خاصة تدعو الله عز وجل أن يهل عليك هذا الشهر العظيم والموسم الكريم بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام.